بيبدأ الفيلم مع أم اسمها جوانا وهي بترمي حاجة غامضة في صندوق الزبالة، وبتكون بنتها ماريا بتتفرج على عش للطيور وهي على الطريق، وبتركب ماريا العجلة وبترجع لبيتها مع كلبها ماكس. ولما بتدخل بيتها بتسمع صوت أمها وهي بتعيط، فبتطلع لها الأوضة وللأسف بتلاقيها شنقت نفسها وانتحرت. وبتصحى ماريا من النوم بعد ما بتحلم بطفولتها ويوم انتحار أمها، وبيكون أبوها اسمه جوناثان وبيركب العربية مع كارل صاحبه. وبتستعد ماريا للمدرسة وبتنزل وبتركب عجلتها وبتتحرك، وبتروح ماريا للمدرسة وبتشوف هناك أبوها وكارل بيفتشوا في صندوق الزبالة، وبتطلب ماريا منهم إنه ما يعملوش ده في مدرستها علشان ده بيخليها تتحرج لما زمايلها يعرفوا إن والدها عامل نظافة. فبيسمع أبوها الكلام وبيمشي هو وصاحبه بالعربية. وفي المدرسة بتكون ماريا مع أصحابها جون وميرتس وبيعلقوا يافطة على شباك الكافيتيريا. ولما بتكون ماريا واقفة على السلم بيعدي ولد جنبها وبياخد لها صورة بطريقة مش كويسة. وبتعدي درس المتنمرة اللي كانت سايقة العربية اللي وقعت ماريا على الأرض، وبترمي قهوة على اليافطة اللي صنعتها ماريا وأصحابها. وبتدخل ماريا الفصل اللغة الصينية وبيقول لها طالب اسمه ريان إن اليافطة اللي هي صنعتها كانت عاجباه. وبتكون ماريا معجبة بولد اسمه بول واللي بيكون حبيب لولا. ولما بيكون جوناثان في شغله بيدور في صندوق الزبالة وبيلاقي صندوق غريب وبيحتفظ بيه. وفي المدرسة بتتنمر درسي مع أصحابها تايمر ولولا على ماريا. ولما بتدافع ماريا عن نفسها وبتشتم درسي بتضربها درسي بالقلم على وشها، وبترد لها ماريا الضربة وبيتخانقوا مع بعض. وبعد المدرسة بتروح ماريا لجارتها ديلوكا اللي بتعامل ماريا زي بنتها وبيتكلموا مع بعض. ولما بتروح ماريا البيت بيديها أبوها الصندوق الغامض اللي لقاه في الزبالة، وبيبقى الصندوق مكتوب عليه كتابة باللغة الصينية. وبتعرف ماريا إنها تترجم كلمتين بس وهم 7 أمنيات. وبتتصفح درسي على السوشيال ميديا وبتلاقي صورة لأبو ماريا وهو شغال، ومكتوب على الصورة هاشتاج أب القمامة. وبتكون درسي هي اللي صورت ورفعت الصورة علشان تنتقم من ماريا. وبتكون ماريا ماسكة الصندوق وبتتكلم مع نفسها وبتقول إن نفسها إن درسي تتعفن. وبالليل لما بتكون ماريا نايمة بيتفتح الصندوق الصيني لوحده وبيشغل موسيقى وبيتقفل تاني. ولما بتصحى درسي من النوم تاني يوم بتلاقي رجليها اتعفنت ومليانة غرغرينة وكمان وشها اتعفن. وبتوري ميرتس صورة درس لماريا وبتعرف ماريا إن أمنيتها اتحققت. ولما بتروح ماريا لبيتها بعد المدرسة بتلاقي كلبها ماكس ميت، فبتروح بالصندوق لمدرس اللغة الصينية علشان يترجم اللي مكتوب على الصندوق. ولكن المدرس بيقول لها إن اللغة المكتوبة على الصندوق هي الصينية القديمة وهو مش متعلمها. وبيسمع ريان كلام ماريا مع المدرس وبيقول لماريا إن بنت عمه ممكن تساعدها. وبتكون ماريا حزينة على موت الكلب ماكس. ولما بتشوف صور بول على الإنترنت بتتمنى إنه يقع في حبها. وفي تاني يوم بتتحقق الأمنية وبيتكلم بول مع ماريا في المدرسة، وبيكون عم ماريا في الحمام علشان بيستحمى. ولما بيقف في البانيو بيتزحلق وبيفقد الوعي وهو بيموت وهو غرقان. وبعد ما بتروح ماريا البيت بتعرف من أبوها اللي حصل لعمها وبتسأل أبوها عن متعلقات وبيت عمها، وبيقول لها أبوها إنهم مش مكتوبين في وصية عمها. وبتطلع لأوضتها وبتمسك الصندوق وبتتمنى إن عمها ساب لها كل الورث بتاعه والبيت. وفي تاني يوم بتيجي لجوناثان مكالمة وبيقول لبنته إن أخوه ساب كل الورث والبيت لماريا. وبتهني ديلوكا ماريا على بيت عمها الفخم وإنها هتعيش فيه. وبتستخدم ماريا ورث عمها من الفلوس وبتروح مع أصحابها وبيتسوقوا وبيصرفوا في بسخ من الفلوس على جلسات العناية بالبشرة. وبتبقى ديلوكا في بيتها وبتطبخ العشاء. ومرة واحدة الحوض بيقف عن العمل وبيكون الحوض فيه جهاز بيسحب الحاجات اللي محشورة في ماسورة الصرف علشان يتسلك. وبتمد ديلوكا ايديها علشان تشيل اللي سدت بلاعة الصرف في الحوض، وبيدوس جسمها على زرار تشغيل جهاز الصرف وهي مش واخدة بالها، وبيتعلق شعرها في الجهاز وبيشد الجهاز شعرها جامد لحد ما بتتكسر رقبتها. وفي نفس الوقت لما ده بيحصل بتلاحظ ماريا وهي في بيتها ان الصندوق بيتفتح وبيشغل موسيقى، وبيتكلم جوناثان معاها عن امها. وبتكون ماريا متأثرة بسبب اللي حصل لجوانا. وفي تاني يوم في المدرسة ماريا بتشوف بول وهو بينفصل عن حبيبته لولا، وبعدها بيقرب بول من ماريا وبيدعوها على موعد غرامي وبياخدها ريان وبيروحوا لجينا بنت عمه. وبتشوف جينا المكتوب على الصندوق وبتقول ان الصندوق هيحقق لصاحبه 7 أمنيات، لكن لو صاحب الصندوق اتخلى عنه الأمنيات حتى لو اتحققت هترجع بالزمن ومش هيحقق الصندوق الأمنيات. وبيكون الصندوق عليه كلمة لومي، فبيدوروا على معنى الكلمة على الإنترنت وبيعرفوا ان لومي هي واحدة صينية عملت لعنة على الصندوق. وفي طريق ماريا للبيت بتشوف أبوها مع كارل وهم بيدوروا في صندوق الزبالة، وبيقول لها جوناثان انه بيحب يقضي وقته مع كارل ويدوروا في الزبالة على أشياء ثمينة. وبتتعصب ماريا بسبب اللي أبوها بيعمله وبتروح لبيتها وبتستخدم الصندوق وبتتمنى ان أبوها يكون شخص رائع. وبتستقبل جينا إيميل بعد لما طلبت ترجمة لكل اللي مكتوب على الصندوق. وفجأة الكهرباء بتفصل وبيبقى موبايلها مش مستقبل أي شبكة، وبيبدأ الصندوق في عزف الموسيقى. وفي نفس اللحظة بيعزف جوناثان على آلة السكسفون بعد لما بقى شخص رائع، وماريا بقت فخورة بوجوده في حياتها بالشخصية الجديدة. وبتحاول جينا
دينا انها تتصل على ريان علشان تقوله على الترجمة، ولكنه ما بيردش على موبايله. ولما بتدخل البيت بتتكعبل في السجادة وبتقع على تمثال عليه قرن، وبيخترق القرن راسها وبتموت. ولما بيروح لها ريان في تاني يوم البيت بيشوف جثتها، فبيتكلم ريان مع ماريا عن الصندوق، وبيقول انه بيقتل حد كل مرة صاحبه بيتمنى امنية، وبيسألها هل هي تمنت امنيات وطلبتها من الصندوق ولا لا. ولكن ماريا بتكذب عليه وبتقوله ان ما عندهاش فكرة هو بيتكلم عن ايه. وبتتخلى ماريا عن اصحابها علشان تقضي وقتها مع بول في المدرسة. ولما بتروح البيت بتتفاجئ لما بتحسب عدد الناس اللي ماتوا مقابل تحقيق امنياتها، وبتقرر ان امنيتها الجاية لازم تكون حاجة كبيرة ممكن تغير حياتها للأحسن. وبتتمنى انها تكون اكتر بنت مشهورة في المدرسة، وبيدعوها بول لحفلة وبتوافق ماريا. ولما بتحضر الحفلة بيبص لها كل الناس بإعجاب كأنها احلى بنت في العالم. ولما بتنام ماريا بالليل بتصحى وبتشوف نفس الشخص الغامض مرة تانية من الشباك، فبتجري وراه ولكنه بيهرب. وبتبقى ماريا فاكرة ان الشخص الغامض عايز يسرق الصندوق، فبتخبي ماريا الصندوق في مكان آمن، وبتحاول انها تتكلم مع اصحابها وبتدعوهم لبيتها وبتحكي لهم عن الصندوق. وبتقول لها ميردس انها بتستخدم امنيات على حاجات تافهة. ولما بيعرفوا موضوع الناس اللي بتموت مقابل تحقيق الامنيات بيقولوا لماريا انها مجنونة علشان لسه محتفظة بالصندوق وعارفة ان في ناس بيموتوا بسببها. وفي يوم بتقابل ماريا اصحابها في حفلة، وبتسألها جون لو هي اتخلصت من الصندوق ولا لا، وبتكذب ماريا وبتقول انها اتخلصت منه. وبتعرف ماريا ان بول هو الشخص الغامض اللي كان بيتجسس عليها وبتنفصل عنه. وبيبدأ الصندوق في عزف الموسيقى، وبتعترف ماريا لجون انها لسه محتفظة بالصندوق. ولما بتكون ميردس في الاسانسير بيقف عن العمل وبيقع من دور عالي على الارض وبتموت ميردس. ولما بتشوف جون اللي حصل بتلوم ماريا على موت ميردس وان ده ذنبها. وبيوري ريان لماريا اصحاب الصندوق اللي ماتوا، وبيطلع ان كلهم كانوا ناجحين في حياتهم، ولكن مقابل ده كل اللي حواليهم ماتوا. ومعرفش اصحاب الصندوق انهم يتعايشوا مع اللي حصل وانتحروا. وبيقول لها ريان ان بعد الامنيه السابعه الشيطان هياخد روحها في المقابل. وبتقول له ماريا انها استخدمت 5 امنيات من ال7. ولما بيحاولوا انهم يدمروا الصندوق بيكتشفوا ان ده مستحيل وانه متين جدا، فبتخبي ماريا الصندوق وبتنام. ولكنها بتصحى بالليل بسبب بول اللي قدامها، وبيقول لها انه مش عايز يعيش من غيرها وبينتحر. وبتاخد الاسعاف بول. وبتلاحظ ماريا ان الصندوق اختفى، وبيوصل موظفين مصلحه الضرائب للبيت. وبتعرف ماريا ان عمها اتهرب من دفع الضرائب ل10 سنين، فبتقرر انها تسيب البيت وبترجع لحياتها العاديه وتبقى فقيره ومغموره. وبتلاقي ماريا الصندوق في خزنه جون، وان جون هي اللي سرقته لما بول كان في اوضه ماريا. وبتتخانق معاها ماريا على الصندوق وبتوقعها على السلم. ولما ريان بيحاول انه ياخد الصندوق من ماريا بتهدده وبتقوله انها تستخدم امنيتها ضده وبتخليه يبعد عنها. ومع الوقت بتبدا ماريا انها تتجنن وبتتمنى لو امها ما انتحرتش، وبتتحقق الامنيه وبتظهر امها مع اخوات ماريا وبيتمنوا لها عيد ميلاد سعيد. ولما بتطلع ماريا لاوضه امها بتعرف ان جوانا كانت صاحبه الصندوق وانها انتحرت بسببه. وبيبدا الصندوق بالعزف، وبيكون جوناثان ساند السلم اللي كارل واقف عليه وهو بيقطع اغصان الشجره بالمنشار الكهربي. وبتجري ماريا بسرعه لبره البيت علشان تنقذ ابوها لما بتعرف ان هو هيبقى الضحيه مقابل امنيتها. ولكن بيفوت الاوان وبيوقع كارل المنشار على جوناثان وبتتقطع رقبته. وبتطلع ماريا لاوضتها وبتتمنى من الصندوق انها ترجع بالزمن لليوم اللي ابوها لقى الصندوق فيه. وبتصحى ماريا من النوم وبيكون كلبها ماكس لسه عايش وعلى سريرها. وبتطلب ماريا من ابوها انها تروح معاه وهو بيدور في الزباله، وبتلاقي الصندوق وبتشيله في شنطتها. وبتروح للمدرسه وبتتكلم مع ريان وبتطلب منه انه يدفن شنطتها من غير ما يفتحها. وبتجري على الطريق وبتحصل لها حادثه وبتخبطها درس بالعربيه وبتموت ماريا بعد لما الصندوق اخد روحها لما حققت ال7 امنيات. وفي النهايه بيحفر ريان الحفره اللي هيدفن فيها شنطه ماريا، ولكنه بيفتح الشنطه ولما بيلاقي الصندوق بيقرر انه يحتفظ بيه. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رايك في الكومنتات.